الإذاعة التونسية تعلن علي معلول يقترب من العودة للصفاقسي التونسي مرة أخرى بعد سنين من التألق مع الأهلي المصري. خوسيه ريبيرو المدير الفني للنادي الأهلي معجب جدا بمستوى كريم فؤاد، والنهارده أشاد بيه في ماتش الملعب التونسي. جاهزية جميع لاعبي الفريق بالنادي الأهلي وبيكهام سليم. عودة المخيف محمد شريف، الأهلي يهزم الملعب التونسي وديا بأربع أهداف مقابل هدف. سجل هدفين محمد شريف، وسجل هدف اشرف بن شرقي، وسجل هدف محمد عبد الله الناشئ. حسين الشحات يشارك في مران الاهلي غدا وجاهز لمباراه الجمعه القادمه الوديه. اشرف داري مستمر مع النادي الاهلي في الموسم الجديد ولم يتم الاستغناء عنه. دوله قطر هي الاقرب لاستضافه بطوله كاس العالم للانديه 2029، وريال مدريد وفرق من اوروبا وامريكا الجنوبيه تطالب باقامه كاس العالم للانديه كل عامين لمضاعفه عوائدهم الماليه. وسام ابو علي يعتذر لجماهير الاهلي ومجلس ادارته ورئيس النادي عبر فيديو على صفحه النادي الرسميه. المباراه القادمه امام البنزرت التونسي يوم الجمعه على قناه الاهلي في 8 مساء. غير صحيح على الاطلاق ان هناك قرارا او تفكيرا داخل النادي الاهلي او تعليمات من الكابتن محمود الخطيب بعدم التعاقد مع لاعبين فلسطينيين مره اخرى. هذا الكلام غير صحيح، ويؤكد ذلك تعاقد فريق الكره النسائيه بالنادي الاهلي مع لاعبه فلسطينيه منذ يومين. ابراهيم عادل في الجزيره الاماراتي رسميا ويبدا التدريبات مع الفريق. نادي كولومبوس كرول الامريكي توصل الى اتفاق نهائي للتعاقد مع وسام ابو علي، وسيتم الاعلان عن الصفقه قريبا. شركه الاهلي لكره القدم تعلن عن شراكه عالميه مع ايرنست وينغ برايتون للتسويق الدولي. محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الاهلي هو من تواصل مع احمد حسن كوكا لاستطلاع رايه في الانضمام للنادي الاهلي، واللاعب رحب بالعوده مره اخرى، والقرار النهائي في يد ريبيرو المدير الفني للنادي الاهلي. تعرض حسن شحاته لوعكه صحيه مفاجاه نقل على اثارها الى المستشفى لاجراء فحوصات طبيه، ومن المقرر ان يخضع لعمليه جراحيه خلال الساعات المقبله. قام ريبيرو المدير الفني للنادي الاهلي باشراك 25 لاعب من قائمة الفريق خلال لقاء اليوم، مع مراعاة عدم مشاركة اللاعب لمدة تتجاوز 30 إلى 35 دقيقة حفاظا على الحالة البدنية للاعبين. ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد.